اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. يا هلا وغلا بكل متابعيني الجدد والقديمين، ونورتوا القناة وأهلا وسهلا بكم. قبل ما نبدأ بالفيديو أريد من عندكم لايك واشتراك وتسووا لي تفاعل بالقناة وتشاركوا لي القناة مع أقاربكم وأصدقائكم وتترسوا لي التعليقات باللهم صل على محمد وآل بيت محمد. اليوم المسواق برعاية ابني، وصيت أبو زيوني إنه يجيب لنا دهن ويجيب لنا خاثرة. ابني مشتهي الكليتشة والبلم، الفطائر. بنات الدهن أنا أستخدمه بطبخ التمن والمرقة، تدرون كلش طيب. وهنا عندنا خاثرة، وهنا هاي العلاقة انتو شو تسموها بنات؟ العلاقة العشق اللي كلها تركض عليها، العائلة كلها تركض عليها، العلاقة يومية، علاقة الحبشكلات. فهنا بديت سويت العشاء. هالقاسمة رب العالمين خليتها بالصينية، من سلقت وتيتها وقليتها، سلقت بيض، عندي بواقي من الغداء خليته. فالحمد لله والشكر. لا تحتارين، لأنه موجود نعمة وخير وبركة بالثلاجة. هنا بديت ثاني يوم أسوي للفطور، أحضر للفطور. فقلت خلي أسوي صينية شوي أجنحة، وأبونا مشتهي دولمة. فبديت أتبل الأجنحة. خليت دبس رمان على صلصة شوي من سدرة، كاري المذار، زنجبيل، بهارات شوي دجاج، خاثرة، مويانيز، زيت حتى تطلع عندك الأجنحة. فبديت أخبط بيهم، فخليتهم 3 ساعات، وبعدين جيت بيهم خليتهم على بالصينية مع حبشكلات شرائح مال بصل وطماطة. هنا جهزت المواد مال الدولمة من حشوة وحفر مواد المخضر. هنا ما صورتهم بنات لأن راح يطيل عليكم الفيديو، لأن كان ما عندي سلق هنا، فانتظرت ابني لما جاء من المدرسة جاب لي سلق وخضرة. هنا نظفتهم وغسلتهم. هنا الماعين متروس السنق، لأن والله العظيم ذاك اليوم لو تدرون المرة الرابعة أغسل وجبة مال الماعين. السنق أبد ما يرضى يعني يخلص من الماعين. هنا بديت دخلت الصينية بالفرن حتى ينشوي وتطلع حارة على الفطور. هنا فرشت مفرش وخليت المواد، لأن تدرون الدولمة تحب قاعدة مو مال وقفة وتلف فيها. بنات سولفونا عن طقوس زكريا، شلون تسووها، شنو تقاليدكم بهذا اليوم، الصومون لا؟ أنا بالنسبة لي أصوم. بنات انتم ملاحظين انه اكو عادات وتقاليد دخلت على هذا اليوم انه هي مبالغ بيها، او اكو اشياء انقرضت. مثلا عندك كانت الجوارين بذاك النهار ابد، يعني من العصر للمغرب الباب ما تسكت، ماعون رايح وماعون جاي. انا امي الله يرحمها ويرحم اماتكم لحد اذكرها كانت تسوي زردة حمراء وصفراء، جدر كبير فتوزع للجوارين، واللي يبقى تخليه للعائلة. هنا بديت أحضر بالصينية، وفجهالي كامشين الطبلية ويغنون يا زكريا عودي علي. فهنا بنات جبت هالقاسمة رب العالمين من حاجة بلف وخليتها بالصينية. بنات أنا أول ما بديت أسوي صينية عبارة عن شمعة وبخور وياس بقلاص وماعونين كاستر. هنا بنات جبت أبو الجهال جايبنا عاجبته هاي الشموع يا زكريا عودي علي مكتوب عليها، بس بنات ما أنصحكم بيها، مجرد زينة. وبنات هنا من شعلتها مو توصل لحد النايلون، لأن هنا مو طباعة، نايلون وكابسي على الشمعة، فمو تجي تشعليها توصل يم النايلون وتطفى. هاي بنات الشمعة هم ب1000 دينار، بس بنات تنطي عطر مال نعناع كلش ريحتها طيبة. هنا بديت جهزتها وكملتها وشعلت الشموع ويا قراءة القرآن قبل الآذان المغرب، والحمد لله والشكر. هنا بديت أطلب الأماني أو تحقيق الأماني إن شاء الله تتحقق بهاي السنة، ودعيت لكل مؤمن ولأمة محمد والمتابعين بتحقيق الأماني إن شاء الله، واللي ما عندها ذرية إن شاء الله يصير عندها ذرية، واللي ما عنده بيت إن شاء الله الله ينطي بيت. فالحمد لله والشكر. بنات اللي إن شاء الله استفادوا من هاي المعلومة، أني من أريد
أطلب أمنية، دائما خلني دنبوس بالشمعة. إذا وقع الدنبوس يعني من تشعلين الشمعة ووقع أول واحد، يعني معناته إنه راح تتحقق عندك هاي الأمنية خلال هاي السنة. هنا بعد ما صليت صلاة المغرب بديت أقرأ سورة مريم، وخاصة الحوامل خل تشعل شمعة وتقرأ سورة مريم بطلب الذرية، وإن شاء الله ينطيها ذرية. هنا جت للحظة العشق عند العراقيين، هي قلب الجدر الدولمة والطبطبة عليه. انتوا بنات تقولون تحبوها حمرة لو صفرة، احنا ناس تحبها حمرة وناس تحبها صفرة. اليوم على طلب ابو زيوني فيحبها صفرة، ما يحبها حمرة وحامضة. هنا طلعت الصينية مال الأجنحة، والحمد لله والشكر صبيت الفطور، والحمد لله والشكر، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. مع السلامة.